السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاذ. فيديو النهاردة بيتكلم عن غابات الأمازون زي ما شفتوا في الثمنيل بتاع الفيديو. محتوى القناة اللي بقوله في كل فيديو وهفضل أقوله لحد ما القناة فايرال هو إن أنا بنزل أي محتوى يخطر على بالي، سواء بحكي قصة أو بحكي حاجة حصلت أو بشارك معاكم نجاح في حياتي أو بلعب أو بعمل أي حاجة عامة أو بنستريم مع بعض. بشارك معاكم أي حاجة بعملها في القناة دي. لحد دلوقتي ما نزلتش فيديو وأنا بلعب، كنت بصور امبارح بس في مشاكل كتير حصلت لان انا مش عارف اسجل، لان انا مش معايا مايك. ان شاء الله بنزل وانا بلعب، يعني عندي امتحان كمان كام ساعه وقاعد بصور فيديو، فان شاء الله خير. يعني المهم، لو انت اول مره تشوفني عن طريق الفيديو ده فاقرا الديسكريبشن، يمكن محتوى القناه يعجبك، يمكن الفايب بتاع القناه يعجبك وتابعني وتبقى جزء من الرحله اللي هعملها ان شاء الله. اكيد عشت طفولتك على انترناشونال جيوغرافيك، او على الاقل اتفرجت على القناه ديت، وهو الراجل اللي بيمشي في غابات الامازون وهو بيصطاد وبيحاول يعيش في غابات الامازون. الغابات ديت كانت غابات الامازون اللي هو كان بيحاول يبقى على قيد الحياه فيها. فالنهارده انا حاولت اجمع لك معلومات كفايه عن غابات الامازون. يعني انا اتفاجئت وانا بجمع المعلومات ديت، فعلا المكان ده يعني كيان، يعني مش شويه اشجار ولا لا، ده كوكب جوه كوكب. حرفيا مساحة الغابة ديت 5.5 مليون كيلو متر، يعني رقم عقلك ما يستوعبوش. انت لو حاولت تمشي جوه الغابة ديت في خط مستقيم تقعد شهور ومش هتطلع منها في الآخر. العلماء بيقولوا إن فيها حوالي 390 مليار شجرة. تقريبا فيها أشجار أكتر من الأشجار اللي موجودة في العالم يعني، بس هي حاجة ضخمة عقلك ما يستوعبهاش. يعني دي عبارة عن قارة أشجار بس، فأنت متخيل كمية الوحوش اللي فيها وكمية الحيوانات اللي فيها وكمية الحاجات اللي بتحصل فيها والكيانات اللي بتعمل أسرارها فيها. يعني فاهمين؟ يعني ده عالم مرعب. المكان ده فيه حوالي أكتر من 16 ألف نوع شجر مختلف، وفي مكان صغير بس في الغابة ديت ممكن تلاقي تنوع نبات أكتر من اللي موجود في قارات كاملة. من كتر ما الأشجار دي كثيفة الشمس مش بتخش للأرض، يعني الشمس بتبقى على طبقة الأشجار اللي في الوش بس. يعني أنت لو في عز الظهر ودخلت جوه الغابة ديت أنت هتحس إن أنت دخلت وانت بالليل، يعني الجو هيبقى ضلمه. تخيل الشمس ما بتخشش ودايما في مطر. ليه؟ لان اصلا الشجر ده بيعمل دوره حياتيه درسناها قبل كده في الدراسات، فعشان كده ارض الغابه دايما رطبه. خليني اقول لك ان الامازون عباره عن رئه العالم. هي مش رئه العالم بالمعنى الحرفي، بس هي بتساهم في جزء كبير جدا من استنتاج الاكسجين اللي احنا بنتنفسه، حوالي 20%. الغابه دي مش بتطلع اكسجين بس، دي بتتحكم في المناخ، بتخزن كربون وبتحرك انظمه جويه كامله. في دراسه بتقول ان البخار اللي بيطلع من غابات الامازون بيسافر لابعاد كبيره جدا وبيسبب مطر في مناطق بعيده. يعني تخيل مطر خارج من غابات الامازون مسافر لحد عندك عشان ينزل عندك. الاغرب بقى ان المطر مستمر في الغابه دي. ليه؟ لان الشجر هو اللي بيعمل المطر بنفسه. الاشجار بتسحب الماء من الارض وتطلعها للهواء وبتتكون سحب وتنزل مطر. يعني دراسه درسناها قبل كده في الدراسات تقريبا، بس الغابه بقى هي اللي بتعمل ده بنفسها. دايره كامله شغاله من غير تدخل اي حد. يعني انت بمجرد ما تقطع جزء كبير من الاشجار ديت انت بتبوظ دايره نظام كامله ماشيه لوحدها. وسط الغابه دي بقى موجود اكبر نهر في العالم، بيمثل حوالي 20% من المياه العذبه اللي بتوصل للمحيطات. وفي موسم الفيضان النهر بيخرج من مجراه وبيخش للغابه والسمك بيعوم ما بين الجذور. شفتوا في انترناشونال لما الراجل بيكون معاه مركب وبيمشي جوه الغابه وبيكون في ميه جوه الغابه؟ ده بيبقى وقت الفيضان. جوه النهر ده عالم تاني، اكتر من 3000 نوع من الاسماك، وفي منهم نوع سمك بيحب الدم، وفي اسماك طبعا البيرانه، وفي سمك كهرباء يطلع صدمات يشيل للانسان. ده غير طبعا التعابين اللي حجمها اكبر من حجم الانسان ويقدر يبلع انسان، تعبان الاناكوندا. غير ان في انواع تاني من الاسماك لسه ما اكتشفوهاش. غابات الامازون كبيره لدرجه ان هم ما اكتشفوش غير 20% بس منها. يعني كل اللي انا بحكيه ده 20% بس من غابات الامازون، فبالك 80% الباقيين. زي البحر ما اكتشفوش غير 5% بس، زي الفضاء ما اكتشفوش مش عارف غير كام في المية بس، يعني نسبة قليلة من الفضاء. اعتقد بالنسبة للفضاء اصلا ما اكتشفوش غير 1%. فيعني سبحان الله، العالم ده كبير لدرجة ان عقلك عمره ما يستوعب هو حجمه قد ايه. في فيلم اتفرجت عليه زمان عن ناس او بلد كاملة عايشة جوه ذرة، والفيل اكتشف ان في حياة كاملة عايشة جوه الذرة دي، فهم استغربوا قوي لما عرفوا ان في حياة بره المكان اللي هم عايشين فيه. فما بالكم بقى احنا كبشر عايشين جوه ذرة، ما بالكم الحياة اللي بره الذرة اللي احنا عايشين فيها. في مناطق جوه غابات الامازون لو دوست عليها تاخدك وتشدك لتحت، تبقى رمال متحركه. في انواع عناكب هناك حجمها اكبر من حجم طبق كبير. في اشكال والوان من الحيوانات، اشكال شكلها مرعب واشكال شكلها حلو جدا زي الضفدعه الصغيره اللي الوانها جميله دي، بس سمها يكفي يقتل الانسان. وفي نمل عضه منه تخليك تتلوي من الالم، عامله زي الرصاصه او تقريبا اقوى من الرصاص. في قبيله اصلا عشان يحددوا ان الراجل اللي فيها ده يتجوز ولا لا بيجيبوا قفاز موجود فيه نوع نمل. النمل ده القرصه بتاعته تحس ان انت اخدت رصاصه، فبيخلوه
يتقرص ويشوفوا هو هيتحمل ولا لا. ناس كتير عملت فيديوهات عن الموضوع ده واكيد شفتوا الموضوع ده. تخيل كميه الحيوانات اللي عايشه في الغابه دي، كميه الحيوانات اللي ما اكتشفناهاش لسه، كميه الرعب والغرابه اللي لسه ما اكتشفناهوش في الغابه دي. في حاجه يمكن اول مره تعرفها، ان غابات الامازون فيها انهار بتغلي لدرجه ان هي تقدر تسيح جلد انسان من شده حرارتها. خليني اقول لك بقى، بعد اللي انت سمعته ده كله عن الغابه ديت، في قبائل عايشه في الغابه دي، وفي منها قبائل اكله لحوم البشر. اللي جو حطاب نزل فيديو عنهم قبل كده. عايش في الغابه دي اكتر من 400 قبيله، وفي حوالي 100 قبيله معزوله عن العالم تماما، وبيرفضوا اي تواصل بين العالم الخارجي. ومش جهل بس، لان اي اتصال قبل كده جاب لهم امراض كتير، جاب لهم امراض تسبب في وفاتهم. الناس دي ما بتوش في الغابه، وعندهم علم بالنباتات. العلماء ذات نفسهم ممكن يتعلموا منهم، لان هم مكرسين جيلهم كله ان هم يعيشوا في الغابه ديت، فاكيد عارفين الاشجار والنباتات اللي بتساعد الانسان على الشفاء، وعارفين النباتات السامه والضاره، وعندهم معلومات كتير جدا عن الغابه دي. ربع الادويه الحديثه اصلها من نباتات غابات الامازون. غابات الامازون فيها حوالي اكتر من 40 الف نوع نبات، وفي الاف منهم ما درسوش. يعني ممكن حاجه من الالاف ديت يكون علاج لامراض مزمنه لسه مش عارفين علاجها لحد دلوقتي. في الامازون تلاقي اثار مدن ضخمه مدفونه تحت الغابات دي، تاريخها بيرجع حوالي 2500 سنه. في تقنيه اسمها الليزر ماسح لغابات الامازون اكتشفت اكتر من 6000 منصه ترابيه، شبكات طرق مستقيمه، وانظمه زراعه وسدود. حضارات كانت عايشه باعداد هائله ومعقدة جدا، مش مجرد غابة أشجار وبس. ده دليل إن الأمازون كانت موطن لحضارات زراعية قديمة. غالبا دول كانوا قبائل عايشين في زمن معين وانقرضوا. في حاجة اسمها تيرا بريتا، تربة خصبة سودة بشكل يخوف، معمولة بإيد الإنسان من آلاف السنين. الأغرب إنها لحد دلوقتي أحسن من أي تربة صنعت حديثا، والعلم مش فاهم التكنولوجيا اللي استخدموها عشان يستنتجوا تربة زي دي. في أصوات غريبة في الغابة، العلماء مش عارفين مصدر الأصوات دي لحد دلوقتي. الترددات بتاعتها مش ترددات لحيوانات أو الاشجار، اجهزه بتلقط اشارات العلماء نفسهم محتارين فيها، واصوات مش مفهومه هي بتاعت ايه. في بعثات دخلت الغابه وما طلعتش، وكل الناس اللي دخلت وطلعوا قالوا كلمه واحده بس، هي ان الغابه دي بتحس بوجودك. غابات الامازون مش مجرد غابه، ده كيان عامل زي البحر والمحيطات، وعامل زي الفضاء. لو فاكر انك بعيد عن الغابه ديت، فانت مش بعيد. انت كل نفس بتاخده، كل مطر بينزل عليك، كل تغير في الجو ليه علاقه بغابات الامازون، حتى لو بطريقه مش مباشره. في نظريات كتير اتقالت عن الغابه ديت. لو حابب تعرف النظريات ديت واعمل عنها فيديو تاني، اكتب لي تحت في الكومنتات. او لو حابب نخش في بعثات اختفت جوه الغابه، او مناطق محدش رجع منها، او حوادث حصلت جوه الغابه، عرفني برضو. وبس كده اكون وصلت لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى تكون استفدت. ولو عجبك الفيديو وعجبتك القناه، ما تنساش تشترك عشان تبقى جزء من الرحله اللي هعملها ان شاء الله. فبس ده فيديو النهارده، سلام عليكم.